السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كل اللي بيشوف الفيديو يكون في اتم صحة وافضل حال. في فيديو النهاردة هعمل معاكم صينية بطاطس بيوريه بالسبانخ والدجاج بالبشاميل. انما ايه طعمها خطير. تابعوا كده الفيديو للنهاية وان شاء الله الوصفة هتعجبكم كتير جدا جدا. في الاول هسلق البطاطس. انا ولعت كده على الحلة على النار وحطيت فيها شوية من المية، وقطعت فيها 5 بطاطسات بنفس الحجم ده، وقطعتها مكعبات بالشكل ده كده. هنزل بمعلقة صغيرة من الملح واغطي عليها واسيبها تستوي كويس جدا. كمان جنب مني كده ولعت على الطاسة بتاعتي كده على النار، نزلت فيها بشوية من الزيت، يعني تقريبا 5 أو 6 معالق كبار كده من الزيت. سبتهم يسخنوا كويس جدا، ونزلت كده بصدر فرخة متقطعة مكعبات، لا كبيرة ولا صغيرة. فردتهم بالشكل ده كده. وطبعا النار بتاعتي تكون عالية في الوقت ده علشان الفراخ ما تنزلش ميتها. ولو نزلت مية معاكي سيبها تشرب المية دي وقلبيها. احنا عايزين نديلها صدمات كده ايه من كل جنب. بص هنا انا مش انا اللي مقطعه الفراخ صراحه، بنوتي هي اللي مقطعاها. ففي اجزاء كده ايه حسيت ان هي كبيره شويه، فبقيت اقصقصها كده بالمقص عشان تبقى، يعني عايزه التقطيع لا تكون كبيره ولا صغيره. لو عايزين تفرموا الفراخ افرموها براحتكم يعني. عندي هنا بصله كبيره، يعني بشرتها ناعم او بشر وسط، فاهمني؟ إيه حاططها كده على الفراخ واديتها تقليبه. إيه هتشم يعني يا دوبك البصله كده تشم ريحتها كده وتلاقيها دبرت معاكي، انزلي بمعلقه صغيره من التوم. يا دوبك تشم ريحته انزلي بقى بالسبانخ. انا هنا معايا ربطه كبيره من السبانخ غسلتها كويس جدا. مهم قوي قوي ان انت تغسلي السبانخ مره واتنين وتلاته ومش عايزه اقول لكم 10. المهم تتخلصوا من نسبه الرمله اللي بتبقى موجوده في السبانخ. تمام. نزلت كده بجزء من السبانخ الاول، يعني قسمتها على نصين. لما يدبل بعدين انزل بقى بالجزء التاني. يعني دي ربطه كبيره، فاهميني؟ اقلب فيها كده شويه لحد برضو ما تدبل. يعني السبانخ من الحاجات اللي بتختفي بسرعة، بتختفي في لحظة كده وبتدبل وبتبقى خطيرة. عايزاكم بس تجربوا الحشوة دي بجد ممتازة جميلة قوي قوي. هتتفاجئوا بطعمها. هنا البطاطس ما شاء الله استوت معايا. هاخدها بقى ايه وهي سخنة كده على طول ههرسها. هنا مجرد ما الاقي السبانخ بتاعتي دبلت واتشربت كل المية بتاعتها كده، هنزل بالبهارات، وهي عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من بهار الفراخ، نص معلقة صغيرة من الشطة والكمون والكزبرة والفلفل الأسمر. هنا البطاطس بتاعتي بدأت ان انا كده اهرسها، عايزاها تكون ناعمة جدا جدا. هنزل عليها كمان بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي او الزبدة بتعملين الطبقة دي. هنزل كمان بنص كوباية من اللبن او الحليب، واقلبها كويس جدا جدا. هنا كده بقى معانا بيوريه البطاطس، تبقى ناعمة وجميلة وطعمها تحفة. بس خلاص كده جاهزة ويانا. دلوقتي هنجهز مع بعض طبقة البشاميل. في الحلة نزلت بمعلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، كمان 3 معالق كبار من الدقيق. كل معلقة دقيق قصد منها معلقة مادة دهنية، زيت أو سمنة أو زبدة براحتكم. إيه وكل معلقة دقيق وسمنة قصد منها كوباية من اللبن أو الحليب. يعني معايا هنا 3 كوبايات من اللبن أو الحليب. ده لبن بارد، يعني يفضل ان هو يكون بارد عشان يعني تنزلي بيه كده براحتك وبعدين تبقي تقلبي. انما لو سخن ايدها تقلب، ايدها تنزل باللبن وايدها تقلب، فاهمني؟ عشان ما يكتلش معاكي. ولو حصل وكتل، المضرب اليدوي ده بيفكلك الدنيا كلها وبيخلي البشاميل ما شاء الله جميل. يعني لو ما حصلش، لو لسه مكتل معاكي، إيه سيبيه يهدى شويه واضربيه في الخلاط. بعد كده هنزل بنص معلقه من الملح وربع معلقه من الفلفل الاسمر ورشه من جوز الطيب. لو مش حابين تضيفوا جوز الطيب ممكن تضيفوا البهار الحلو، يعني رشه كده من البهار الحلو بتدينا طعم قريب من جوز الطيب. تمام. بس كده البشاميل بتاعي كده يكون جاهز. طبعا هايدي فيه لحد ما يتقل ويبقى سميك بالشكل اللي انتوا شفتوه ده.
بعد كده بقى هنجيب بقى الصينيه بتاعتي او الطاجن اللي انت هتعملي فيه. ما دهنتوش اي حاجه. هوزع طبقه البطاطس بالشكل ده كده، شايفين ما شاء الله ناعمه وكريميه معايا ازاي. بعد كده هنزل بقى بالحشوه بتاعتي، والحشوه دي طعمها بجد والله اللي ما بيحبش السبانخ خسران كتير. طعمها خطير بجد والله يا بنات. جربوها مع المكرونه، جربوها مع يعني حشوه لاي حاجه، بجد حلوه قوي. تحشي بيها يعني معجنات جميله جميله قوي قوي يعني. بعد كده وزعت على طبقه الحشوه بتاعتنا، وزعت البشاميل بالشكل ده كده. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت رشه بسيطه خالص من الجبنه الموتزاريلا. حبيتوا تضيفوها ضيفوها، مش حابين خلاص، بس هي بتطعم الدنيا يعني. ممكن كمان تضيفوا جبنه موتزاريلا او جبنه رومي في طبقه البشاميل. بتطعم الدنيا برضو اكتر. خصوصا لو انتوا مش عاملين البشاميل بسمنه بلدي، فهي بتديك الطعم بتاع السمنه البلدي. المهم انا كنت مشغله الفرن بتاعي، مسخناه طبعا من قبلها بوقت. وحطيت الصينيه بتاعتي كده على الشبكه، والشبكه نزلتها على الصاجه المباشره للنار من تحت. وسبت الصينيه بتاعتي دي نص ساعه يا بنات لحد ما قلبوا كده واخدوا من طعم بعض. وبعد كده ولعت الشوايه واخدت اللون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بجد طعمها خطير خطير خطير. عايزه اقول لكم ان ولادي واقفين ورا الكاميرا يعني واقفين مستنيين ان انا اخد بس اللقطه كده ويلا. طعمها بجد جامد وخطير. عايزاكم بس كده تجربوها. عاوزه اقول لكم ان هي يعني وجبه مشبعه جدا، ما تستقلوش بيها. الواحد بياكلها خلاص بقى ما بيقدرش ياكل اي حاجه تانية بعد كده. ده كده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.